هلو، اشتقتوا لي؟ لك الله يخلي لكم اياني ان شاء الله، لك ان شاء الله ما يحرمكم مني روحي. لك اخي، كيفكم يا جماعه الخير؟ شلونكم؟ شو اخباركم؟ جبت لكم فيديو جديد من بعد غياب طبعا. فقبل ما نبدا الفيديو اعطونا لايكاتكم، تعليقاتكم، شيراتكم، ابوسكم كلكم من عدا الشباب. المهم يا جماعه الخير، فقبل ما نبدا الفيديو شاركوا الفيديو مع اصدقائكم، امواتكم، احيائكم، النباتات، الاشجار، كل شيء بيتحرك، كل شيء بيمشي، كل شيء فيه نفس، كل شيء فيه روح. ابعتوا له هذا الفيديو خليه يشوفه مشان نكبر اكثر. واتركوا التعليقات على الفيديو لانه راح صير اعرض تعليقات الفخمة في الفيديوهات. وخليكم مع الفيديو. هذا قعيد شخص سعودي مشهور في تيك توك، عنده عدد متابعين كبير. عدد متابعين قعيد في تيك توك كومي، يعني بركي شوال عنده كومي، كيس حب. عنده كتير متابعين في تيك توك. قعيد شخص لطيف حنون كويس، حبيبي والله ابوس انا قعيد. المهم، فمن فترة كنت داخل تيك توك، ففجأة بيطلع لي هذا الفيديو. السلام عليكم شباب، فاتحين لايف. هذا شبيه قعيد، اللي يجي يريد يشوف شبيه قعيد يجي على اللايف. يا قعيد تعال يا عيال على اللايف. فعم بيقول بالفيديو انه في شبيه لقعيد سوري، فانا ما استغربت لانه نحن السوريين عنا كتير، يعني نحن قادرين على نصنع اي شيء. مثل ما في بالسعودية برجر كينج، عنا في بسوريا بوكسر كينج. مثل حتى نحن محمد بن سلمان عنا شبيهه، طبيعي يعني كتير طبيعي انه يكون عندنا شبيه لقعيد المجد. فشد الفضول اني ادخل على اللايف حتى اشوف. ما شدني الفضول شحطني على اللايف، شحطني الفضول حتى اني ادخل على اللايف وشوف قعيد النسخة السورية، قعيد حقنا، قعيد تبعنا ولا تبعهم، قعيد حقنا، قعيد السوري. فبدخل على اللايف وهنا كانت الصدمة. بعد ما دخلت على اللايف وشفت قعيد المجد، طلع مو قعيد المجد، هذا مو قعيد المجد لا النسخة السورية ولا النسخة السعودية. هذا قعيد المجد ما بعد الوفاة، قعيد المجد ما بعد التحنيط. هذا قعيد المجد نسخة المومياء. هذا قعيد المجد مو السوري، هذا قعيد المجد تبع مقبرة توت عنخ آمون. هذا مو شكله شكل إنسان على قيد الحياة. هذا الشخص لازم يكتب على جبهته أنا على قيد الحياة، أنا حي. لانه انا اول ما شفته، اول لحظة شفته فيها، فكرت انه المومياء تبع فرعون هربان من المتحف المصري وجاي يعمل لايف. قعيد السعودي مشهور بفعل الخير، يعني مرة عمل مائدة افطار بالحرم في السعودية واطعم الحجاج، مدري اللي كانوا عم بيعتمروا ما بعرف، بس مهم انه انسان فيه خير. بارك الله فيك، الله يكسر حبيبي والله قعيد، حبيبي أنا احبك انا. المهم، فدخلت على صفحة قعيد السوري حتى اشوف بيشبه قعيد المجد بس بالشكل ولا بالاعمال. فدخلت وشفت اللي بتوقع ما كان لازم شوفه. والغيمة غطت بيرها السحرية وجادت لك الأبيات يا مغنيها. حبيبي انت هيك ما بتشبه قعيد، انت هيك بتشبه نصار ابن عريبة لما كان رايح يطالع امه من السجن. انت هيك ملتم، او بتعرف انت هيك بتشبه مراهقة اول مرة بتلبس حجاب في حياتها. بس بتعرفوا لازم دائما ما نحكم على الاشخاص من مظاهرهم. ممكن هذا الانسان يكون عنده اعمال خريجة اكثر من قعيد. خريج بين قوسين، ممكن يكون عنده أعمال خيرية. ما لازم نحكم على الأشخاص من مظاهرهم. أهم شيء الأخلاق، أهم شيء بر الوالدين. بر الوالدين أهم من أبوك وأمك. راح أدخل على صفحته وشوف شو أعماله، شو عايش، كيف عايش، مع أنه عنده متابعين، عنده مليون متابع. فلازم يكون إنسان عنده تبرع، عنده أعمال خيرية، لأنه بيشبه قعيد بالشكل، أكيد لازم يشبهه بالأعمال. 7 8 9 10 11. طبعا اللي ما فهم، ابن المخيم بيفتح اللايف على التيك توك بيقول بدي أسد، بصير بيضل بيعد من الواحد للتريليون، لل100 تريليون. بيضل بيعد حتى يجي أسد. وإذا اضطر بجيب أخوه باسل. يا جماعة الخير، باسل بدي اشتري لبس لباسل، باسل عم موت، بدي اشتري باسل ايش فيك زعلان؟ قول للمتابعين انا مالي علاقه، ايش فيك زعلان يا باسل؟ يا اخوان باسل يريد بطح يعني لعبه، هو ما يعرف انه البطح متور. اي شخص يحب تدعمنا حتى نشتري له بطح، فوت على الله في غالي اجبر بخاطرنا لحتى نشتري له بطح. باسل بيكون أخوه لهذا اللي اسمه قعيد المجد، أو ابن المخيم، أو قعيد المجد النسخة السورية. فشو شغلته لباسل في الفيديوهات تبع ابن المخيم؟ مثل شغلة المرة هاي اللي كانت تجيب معها ولد صغير وتحطه على ابنه وعلى حضنه وتصير تمشي بالشارع وتشحد، تسوي حالها محتاجة. طبعا في محتاجين وفي نصابين، المحتاجين الله يرزقهم، وفي نصابين الله يلعنهم. وهذا باسل هذا الوسيلي انه العم ينشحد عليه. يعني باسل
جايبوا اخوه مشان يشهد عليه في اللايف. السلام عليكم يا شباب. وعليكم السلام اخوي، وعليكم السلام، لا تبكي. يعني لأول لحظة أول ما بتشوف الفيديو أنت هيك من كتر ما بتحزن وبيستعطفك هو، عيونك ما بتبكي، بتسهل دموع عيونك، بيصير معك إسهال حاد في عيونك من كتر ما بتبكي. بس هلا هو حاطط ستيكر، هذا الفيديو منشور على صفحته الأساسية، بس حاطط ستيكر على وجه باسل. خلونا نشوف ليش محطوط ستيكر على وجه باسل. السلام عليكم يا شباب. يا شباب هلا هو حاطط ستيكر على وجه باسل لما يبين باسل عم بيضحك يعني. ما هو مبين القصة يعني، إذا ضحك باسل في الفيديو وهذا عم يبكي ببين إنه الفيديو تمثيل، وبتبين إنه القصة تمثيل، مشان هيك حط ستيكر على وجه باسل. الله يعزك يا محمد. بهذا الفيديو في شخص يمكن نزله دعم اسمه محمد، وهو هي كانت ردة فعله على الدعم اللي نزل. الله يعزك يا محمد. بس الصوت الثاني اللي طلع منه كان سمعانه بمكان ثاني، ما بتوقع اني سمعانه بالتيك توك، بعتقد اني سمعانه بحياتي الواقعي. ممكن معقول رفيع عبد الله يطلع هيك صوت، ما بعرف. بهذا الفيديو نزل له دعم اسد، وهو صار يزمجر. هذا الصياح اسد؟ لا، الاسد بيصيح ولا بيعوه؟ ما بعرف. المهم ما بتوقع انه هذا صياح اسد او زمجرة اسد، ما بتوقع الاسد بيزمجر بهي الطريقة. لو الاسد يزمجر بهي الطريقة ما كان ملك الغابة، كان صار ارنب الغاب. وهذا شخص تاني بيشبه قعيد المجد، ما بعرف ليش قعيد المجد في له مكاثرين كتير يعني، بس هذا بيشبه مقعيد المجد بطريقة تانية. يعني كيف بدي اشبه لكم اياها؟ كأنك قعيد المجد كبسي، هذا شوربة عدس. فهمتوا كيف؟ يعني هذا قعيد المجد بس نسخة سوق الخضرة. وبس هذا اللي كان لنا اليوم. إذا عجبكم المقطع اعطونا لايك وشير وسبسكرايب وحركات وحباشات وعملات، وشاركوا الفيديو مع الأحياء والأموات، قرايبينكم، أصدقائكم، ولاد عمكم، ولاد خالتكم، طليقك، طلاقك، طليقتك، ميتك، جدك، ستك، عمتك. المهم شاركوا الفيديو مع النباتات، الأشجار، كل شيء بيتحرك، كل شيء بيمشي، كل شيء بيروح. وراح أترك لكم آخر تعليقات على الفيديو اللي قبل هذا، فمشان تتحمسوا انكم تعلقوا، مشان أترك لكم تعليقاتكم بالفيديو الجاي. I love you baby.